والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم في فيديو جديد. والفيديو ده مهم جدا 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 لان هنشرح وضع المانوال كامل وتفصيلي. وجايبين ان شاء الله معانا كاميرا كانون 1300 دي، وجايبين معانا كاميرا تانية نيكون 5200، وان شاء الله هنشرح عليهم وضع المانوال، وهنجيبهم على وضع المانوال ونصور على وضع المانوال، ونعرف ايه هو بالظبط وضع المانوال ده، وازاي ايه هو مثلث التعريض، وايه هو الشطر، وايه هو الايزو، وايه هو فتحة العدسة. تمام، كل الحاجات دي هنعرفها في الفيديو ده. الفيديو ده هيبقى طويل حبتين علشان نعرفكم يعني ايه بالظبط وضع المانوال، وازاي تصور عليه لو انت ما تعرفش يعني ايه وضع المانوال. هاخده معاك من البداية للنهاية، هشرح لك يعني ايه مثلث التعريض، ويعني ايه كل حاجه في وضع المانوال، ومش هسيبك غير وانت بتصور على وضع المانوال زي المحترفين. انت ممكن تطلع من الفيديو ده مش محترف، لكن هتطلع عندك خلفيه كبيره يعني ايه وضع مانوال، وازاي تقلب لوضع المانوال، وازاي تظبط الاعدادات بنفسك من غير ما تروح لحد، وازاي تصور على وضع المانوال بنفسك. تابع الفيديو ده للاخر عشان ان شاء الله تستفاد. اعمل كوبايه النسكافيه بتاعتك وتعالى اسمع الفيديو ده للاخر عشان هتستفاد جدا جدا جدا، وعلشان تعرف كل حاجه عن وضع المانوال. يلا تابع الفيديو ده للاخر عشان ان شاء الله تستفاد. تابع الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم تاني. تمام، وهنشرح مع بعضينا الوضع المانوال تفصيلي. وجايب معايا عدسه مانوال عشان الناس اللي ما بتعرفش تشتغل على العدسه المانوال. معظم الناس اللي بتتعامل معايا وتشتري مني كاميرات بيكون معاها كاميرا 500 5200 300 3200 3300، الكاميرات اللي هي الكاميرات المانوال اللي ما فيهاش موتور فوكس. لما بتحط عليها عدسه 50 مللي مانوال، فللاسف العدسه دي بتشتغل مانوال بس ما بتشتغلش اوتوماتيك. تمام، فانا جايب معايا العدسه دي مانوال علشان نشرح عليها ونعرف منها ازاي تشغلها على الوضع المانوال. نقول بسم الله ونفتح الكاميرا. تمام، بس اعذروني ممكن البطاريه بتاعت الكاميرا ضعيفه شويه، فاحنا هنشرح عليها على سريع كده، وبعد كده ننقل للكاميرا الثانيه اللي هي اللي جايب لكم كاميرا ثانيه معايا اللي هي 1300 من كانون. تمام، بس خلينا كده على السريع. ده كده وضع المانوال، انا جايبها على وضع المانوال اهو. تمام، وفي حاجه هنا اسمها الاكسبلوجر ده اللي هو الخط اللي انت شايفينه ده قدامكم بالعرض ده. الخط ده اللي بتعرف تحدد منه بالظبط ايه هو يعني الشطر وفتحه العدسه. مبدئيا ده اسمه الايزو اللي هو 800 ده، اللي في النص ده فتحه العدسه، اللي على الجنب ده ده الشطر. تمام، يبقى اللي على الجنب ده الشطر اهو. تمام، معلش ده الشطر، ده فتحة العدسة، وده الايزو. لما بتعوز تتحكم في الايزو ده بتضغط على الزرار ده. دايما في كل كاميرات نيكون بتلاقي الزرار ده كده، تضغط عليه. تمام، بيجيب لك قائمة الايزو زي كده، بتضغط على كلمة ايزو دي كده وتتحكم في الايزو زي ما انت عايز من هنا. انا عايز الايزو على 800. تمام، بالنسبة لفتحة العدسة اللي في النص دي، بتضغط من هنا في الزرار ده كده، هتلاقي في جنبه كده زي ما يكون فتحة عدسة اهي. تمام، دي بتضغط عليها كده بالمنظر ده كده، وبتبتدي ان انت تتحرك كده كده، بتقفل معاك العدسه زي ما انت شايف كده اهو. بص على في النص كده هتلاقيها بتقفل العدسه. تمام، بعد كده تفتح العدسه. انا هشتغل على فتحه عدسه 1/8. بالنسبه للشطر اللي في الجنب ده، تمام، تقدر تتحكم منه من البقره دي. تمام، كده تعلي الشطر اهو، وكده تقلل الشطر. انا عايز الشطر على 200. تمام، وخلينا نصور صوره مثلا على نفس الاعدادات اللي انا عاملها دي الاكسبلوجر كده. لو انت في حاجه في الاعدادات غلط هتلاقي الاكسبلوجر ده جاي يمين او شمال. بصوا كده على الاكسبلوجر ده هتلاقيه، بصوا جاي ممكن جاي كده حبه او كده حبه. تمام، بس لو عليت الشطر جامد، بصوا هتلاقيه نزل كده بالنظام ده كده، هتلاقي كله اتجه كده، فكده بيقول لك ان في مشكله في الاعدادات. تمام، هنرجع تاني الشطر ل 200، هتلاقي ان الاكسبلوجر كده اتظبط معانا. خلينا مثلا نصور صوره للجراب اللي انا حاطه هناك ده، هو والشاحن بتاع الكاميرا. خلينا بس نجيب لكم على الوضعيه دي كده. تمام، دايما هتلاقي في ضبابه جايه كده. الضبابه دي معناها ان هو بيقول لك حرك العزل بتاع العدسه من قدام علشان تعرف تجيب الحاجه المظبوطه. بصوا كده اتظبطت معايا اهي زي ما انتم شايفين اهو. تمام، معلش بس خلينا بقى كده نصور. بصوا يا جماعه الصوره اهي على وضع المانوال عامله ازاي قدامكم اهي على المباشر. الصوره دي كده اسمها صوره محترفين، مش اي حد هيقدر يطلع صوره زي دي. بصوا الصوره عامله ازاي على الكاميرا. عايز اقول لك لو طفيت النور زي كده، بصوا الصوره هتلاقي ان الصوره حلوه جدا في الكاميرا. تمام، خلينا مثلا نعلي الايزو، او خلينا مثلا نخرب الاعدادات. تمام، خلينا كده نخرب الاعداد شويه، نخلينا مثلا نعلي الايزو جامد، ومثلا نلعب في فتحه العدسه نخليها مثلا 2 على مش عارف ايه، ونخلي مثلا
نقلل مثلا الايزو ونخليه مثلا على قد ايه، على 320 مثلا. تمام كده انا خربت الاعدادات خالص قدام منك اهو. بصوا الصوره لما تيجي تصور هتلاقي الصوره مش مظبوطه، هتلاقي الصوره مظبوطه قدامك في الكاميرا، ولكن بعد ما تصور هتطلع الصوره زي ما انتم شايفين كده مظلمه جامد. لازم تظبط الاعدادات. خلونا معلش ننقل على الكاميرا الثانيه. انا كان بس دي فكره العدسه اللي انا جايبها، ان انا لما ناس بتيجي تصور بيها. خلينا بس اظبط لكم الاعدادات ثاني. خلينا نظبط اعدادات. مثلا هنخلي الايزو زي ما قلنا على 200. تمام. فتحه العدسه خليها على 1.8، وخلي الايزو على 800. للعلم يا جماعه كل ما الايزو بقى عالي كل ما بقى فيه نويز في الصوره. يعني انت دايما تخلي الايزو عندك واطي، ما تخليش الايزو دايما عالي. تمام. خلينا مثلا نصور صوره اهو. زي ما قلنا لو لقيت الصوره جايه مضببه كده، في ناس بتيجي تصور تقول لي يا استاذ نادر بنيجي نصور الصوره بتيجي مضببه على العدسه ال 50 مللي زي ما انتم شايفين كده. بصوا الصوره لو حطيت حاجه قدام مني الكاميرا كده، تمام، وليكن مثلا العدسه اللي انا حطيتها دي كده، وجيت مثلا صورت العدسه اللي محطوطه دي كده، هتلاقي ان في ضبابه جايه كده زي ما انتم شايفين كده. بصوا اهو. ولو صورت صوره اهي هتطلع الصوره مضببه زي ما انتم شايفين كده. بصوا الصوره اهي مضببه قوي. تمام. طب اعمل ايه عشان اظبط الصوره؟ هتلاقي من قدام فتحه العدسه دي، ده عشان تعزل، دي اللي بتعزل الايه الخلفيه. هتقدر تعمل اهو تظبط اعداداتك كده وتصور. عايز اقول لك مثلا لو انا عايز اعزل الخلفيه من العدسه دي، هقرب بس العدسه شويه كده عشان اعرف اعزل الخلفيه، وهجيب العدسه اهو اظبط اعداداتها عليها اهو. ظبطت الاعدادات بتاعه الكاميرا وظبطت كمان العزل بتاعي. هصور كده بالنظام ده كده، والصوره هتيجي زي ما انتم شايفين كده معزوله وكله تمام. بصوا الصوره معلش، بصوا العزل بتاع الكاميرا ممتاز جدا، عازل كل حاجه وجايب لك العدسه ممتازه زي ما انتم شايفين قدام منكم كده، وعازل الخلفيه كلها وجايب العدسه تمام. ده كده بالنسبه للعزل بتاع ال 50 مللي. لو انت بقى معاك عدسه 18 55 او ايا كانت العدسه اللي معاك، فده يعني بيتحكم على العدسه اللي معاك. وطبعا وضع المانوال انت كده، انا عارف ان انت ما فهمتش حاجه، بس خلونا معلش ننقل على الكاميرا الثانيه قبل الكاميرا دي ما تفصل. خلينا بس اوريكم كمان حاجه. زي ما قلنا كده في الاعدادات يا جماعه، في حاجه اسمها الاكسبلوجر. الاكسبلوجر ده اللي بتحدد عفوا، اللي بتحدد من خلاله انت بتصور ايه او كميه الاضاءه اللي قدامك. على حسب الاضاءه اللي قدامك انت بتتعامل. طب لو انا مثلا عندي الاضاءه طافيه كده تمام اهو، وانا عايز اجيب صوره كويسه، قلت لك زي ما انت شايف كده. بص الاكسبلوجر اول حاجه معايا رجع قدام كده ورا. ده بقى انا كده محتاج ايه؟ انا مش عارف ان انا مثلا اعلي الشطر، ولا انا مثلا افتح العدسه، ولا انا اعمل ايه. مبدئيا ما دام الاكسبلوجر عمل كده، يبقى مبدئيا محتاج تفتح العدسه عشان تدخل كميه اضاءه للكاميرا. تمام. فتحت العدسه اهو مثلا اهو، خليت فتحه العدسه 1/4. تمام. ومحتاجين ان احنا نقلل الايزو شويه. تمام. هنحاول نقلل الايزو اهو. خلي الايزو مثلا على قد ايه؟ على 500. تمام بالمنظر ده. ومحتاجين ايه تاني؟ محتاجين مثلا اللي احنا نقلل الشطر كده شويه كده، الاكسبلوجر زي ما هو. فكده الدنيا ضلمه خالص، محتاجين ان احنا فتحه العدسه نفتحها تاني. بس بصوا يا جماعه كده انت محتاج ان انت تزود الايزو وتفتح العدسه. وفي الطريقه دي لما يكون في ظلام زي كده، انت بتصور في ظلام، للاسف بتدخل كميه نويز جامده للكاميرا. يعني ايه كميه نويز؟ يعني انت بتصور الصوره بتلاقي الصوره فيها نويز جامده. يعني مثلا لو صورت الصوره دي، لو جيت كبرت الصوره كده مش هتلاقي ان الصوره فيها نويز. بصوا هتلاقي ان الصوره عاديه خالص اهي. تمام. ما فيهاش نويز، جاب لك العدسه بوضوح، جايب الكلمه بتاعت كانون بوضوح، كل حاجه بوضوح. لو كبرت شويه كده هتلاقي في حاجه زي نويز، دي النويز اللي بقول لك عليها اهو. تمام. لما بتكبر الصوره قوي تمام بتلاقي النويز ده لان كميه الاضاءه مش كافيه، وبرده الايزو على 800 عالي. فما بالك بقى الايزو على 800 ومطلع النويز ده. لو في بقى اعلى من 800 بتلاقي طبعا ان النويز ده كتر معاك جامد. وخلينا اوريكم برده عملي معلش، لان برده في معظم الناس اللي هي الجديده مش فاهمه حاجه زي كده. تمام. احنا قلنا خلينا ان احنا نعمل ايه؟ نقلل الشطر اهو. بصوا لو قللت الشطر، بصوا كده الشطر عندي على 3 كده الصوره تظبط معايا. بس للاسف كميه النويز هتبقى جامده، لان فتحه العدسه مفتوحه جامد فهتدخل اضاءه كتير. وفي نفس الوقت برضو هو شطر الايزو عنده قليل، بس فتحه العدسه مفتوحه هتدخل كميه اضاءه، فبرضو هيكون في نويز جامد. بس خلونا برضو نصور صوره واوريكم مثلا ايه الاعدادات اهي. هنظبط العدسه من قدام العزل اهي.
ظبطت العزل بتاعي، اصور. معلش خليني اوريكم على الكاميرا عشان تبقوا شايفين برضو. ظبطت العزل بتاعي اهو، تمام. انا كده مظبط العزل بتاعي، اصور صوره هتطلع معايا الصوره بالمنظر اللي انتم شايفينه ده. الصوره مش واضحه جامد، مش حلوه جامد، تمام، عشان طبعا كميه الاضاءه اللي داخله للعدسه للكاميرا كتير. بس معلش خلينا نرجع العدسه ورا شويه عشان بس اعرف ايه اجيب التفاصيل اللي على العدسه اكتر. تمام اهي، تمام. نظبط العزل قلنا لك، كده ظبطت العزل. نصور. للعلم لو عايزين تستخدموا فلاش، الفلاش لازم ليه زرار في وضع المانوال اهو، لازم تطلع الفلاش من الزرار ده، تضغط على الزرار ده تطلع الفلاش. طبعا في الحاله اللي زي دي انا محتاج فلاش، لان انا صورت كذا صوره والصوره طلعت مش كويسه معايا، مع اني ظابط اعدادات وظابط كل حاجه. ففي الحاله ده هظبط الفلاش، هطلع الفلاش واصور، هتطلع الصوره معايا معدوله كده. بس انا ايدي اللي اهتزت وانا بصور، فالصوره طالعه ايه مش تمام قوي يعني، لان ايدي هي اللي اتهزت. تمام، بصوا الصوره طالعه مش مظبوطه قوي لان ايدي اتهزت وانا بصور الصوره. خليني بس اظبط ايدي ده اهي، اظبط انا الاعدادات بتاعتي عندي عشان بس انا عايز اوريها لكم على الكاميرا مباشر، بس عشان اوريكم على الكاميرا مباشر مش عارف اظبط ايدي من عندي. تمام، فخلينا كده اظبط ايدي من عندي اهي، تمام. وزي ما انتم شايفين كده الصوره طالعه حلوه جدا زي ما انتم ما شفتوا كده. تمام، فدي زي ما قلت لكم كده في الاعدادات اللي انا وريتها لك دي الاخيره، اللي هي زي ما قلنا كده ده الاكسبلوجر. بصوا الاكسبلوجر كده اول ما فتحت الاضاءه الاكسبلوجر عدى خالص. بصوا لو قللت الاضاءه هتلاقي كده الاكسبلوجر مظبوط معايا. بصوا اهو لو فتحت الاضاءه هتلاقي ان كده كميه اضاءه جت كتيره، فبيقول لي نزل فتحه العدسه. كده هضطر انزل فتحه العدسه اهو، تمام. وعلى قدر الامكان يا جماعه هنشتغل على ايزو قليل، تمام، على قدر الامكان. معلش انا ايدي بس الكاميرا بعيد عني فايدي مش مظبوطه شويه. تمام، كده ظبطت الشطر بتاعي اهو. كده لو صورت صوره، تمام، اهو في الاضاءه اللي انا ظبطتها دي كده الصوره هتطلع معايا ممتازه جدا 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 اهي. تمام، خلينا نطفي لك النور عشان تشوف الصوره كويس اهي. طبعا مع العزل بتطلع صوره ممتازه جدا. وطبعا انا عايز اقول لك ان دي كاميرا 5200، ما هيش كاميرا مثلا عاليه، ما هيش كاميرا مثلا 700، ما هيش كاميرا مثلا فيها موتور فوكس، وبشتغل بعدسه 50 مللي. الشغل جميل جدا زي ما انت شفت كده. دي الصور اللي احنا صورناها مع بعض. طبعا في صور مش باينه، كنت انا مصورها الاول، كنت بجرب الحاجه الاول اهي. تمام، بصوا دي صوره اول صوره صورناها اهي. بصوا الصوره بتاعتها جميله خالص، الصور ممتازه، بس بتحتاج ان انت تظبط اعدادات وتظبط اضاءه وتطلع معاك شغل ممتاز جدا. خلونا نقفل الكاميرا دي ونروح على الكاميرا الثانيه الكانون. خلينا نحط الكاميرا دي هنا ونروح على الكاميرا الكانون، تمام، نفتحها ونجرب بيها الاعدادات بتاعتها، عشان في ناس برضو ما بتعرفش في الاعدادات بتاعه الكانون. فانا جبت لكم الاعدادات بتاعه الكانون، برضو جايب لكم كاميرا الكانون معايا عشان نشرح عليها. ونقول بسم الله. فتحنا الكاميرا اهو، تمام، كده الكاميرا مفتوحه. طب انا في كانون، انا ككانون مثلا، او انا مثلا كنادر وشايل كانون، انا ما يعني في ناس كتير جدا ما بتفهمش في الكانون. ايا كان انت بتفهم في الكانون او ما بتفهمش في الكانون، كل اللي عليك انت بتحرك البكره دي بتجيبها على وضع المانوال ده كده. تمام، كده الكاميرا هي على وضع المانوال. اول حاجه الاكسبلوجر زي ما قلنا هنا اهو، تمام. عندك الايزو من هنا اهو، دايما في الكانون بتلاقي زرار الايزو مكتوب عليه ايزو، تمام. الشطر دايما بيكون من البكره دي، وفتحه العدسه هنا. طب فتحه العدسه هنا يا عم نادر هجيبها منين؟ لان فتحه العدسه دي بتبقى غريبه شويه. فتحه العدسه بتتك على الزرار ده اهو، وبتغير فتحه العدسه من هنا اهي. فتحه العدسه اللي هي الخمسه على 5 على 0 دي متزود منها اهو. كده انا بفتح العدسه اهو، لان العدسه اللي عليها 18 55، فكده انا بضغط على الزرار ده كده اهو، وبقلل كده او بطلع كده، فكده فتحه العدسه بتطلع معايا وبتقلل معايا زي ما انتم شايفين كده. انا طبعا عايزها على فتحه عدسه 5، دي اقل فتحه عدسه في 18 55. تمام، طب كده فتحه العدسه على 5. طب بالنسبه للايزو، الايزو عنده على 800، تمام. الشطر فين؟ الشطر 50 اهو، تمام. فانا محتاج كده اعلي الشطر شويه، اخليه حتى على 100 على 200، تمام. اهو الشطر كده على 200. فطبعا فتحه العدسه مفتوحه جامد، محتار ان انا اعلي الشطر كمان شويه. انا مش عارف ليه الاكسبلوجر مش عايز يدينا اي اشاره في الكاميرا دي، فكده انا مضطر اصور صوره عشان اشوف الاكسبلوجر هيعمل ايه، تمام، لان مش مدينا اي اشاره في الكاميرا، وانا طبعا مانيش فاهم بصراحه. فكده بصوا جايبين ضلمه قدامكم اهو، فكده في حاجه غلط، محتاج ان هو بيقول لي مثلا يا انزل الشطر شويه اهو. بصوا ما نزلت الشطر، الدنيا ابتدت تتظبط معايا، تمام. كده مثلا اهو لو جيت ظبطت كده الاضاءه، لان الكاميرا ديت العدسه دي اوتوماتيك ومانوال، بتشتغل اوتوماتيك ومانوال، فيها ستابلايزر اللي هو الستابلايزر اللي هو الاس تي ام، تمام. العدسه اللي هي الاس تي ام
تمام. فالعدسه دي لو انت عايز تشتغل على وضع المانوال بتنقلها على وضع المانوال طبعا، وبتشتغل على العزل من قدام ان انت تظبط العزل انت بايدك انت. تمام. لكن هي كده بتظبط نفسها حتى على الوضع المانوال. فانا طبعا لو عايز اعزل مضطر ان انا اجيبها على وضع المانوال كده. تمام اهو، واقفل الستابلايزر بتاعها كده، واتعامل انا على وضع المانوال بكل الكاميرا. تمام. انا كده بظبط اعدادات بنفسي اهو. بصوا انا من قدام هنا بحرك من هنا كده، بقدر ان انا اظبط الكاميرا من قدام. تمام اهو. زي ما انا مش عارف انتوا شايفين كويس ولا ايه، بس خلينا مثلا نجيب على الحاجات الناك دي عشان تبقوا انتوا شايفين كويس برضو. بصوا من قدام انا بحرك كده اهو، بقدر ان انا من قدام كده بصوا اهو ظهرت معايا وكده غمقت معايا، فانا كده هظبطها اهو واصور صوره. الصوره طبعا اهي كده على وضع المانوال. فطبعا يا جماعه مفيش احسن من كده، يعني صوره احلى من كده تقليش ان انت تلاقيها ولا تقدر تطلعها من على اي كاميرا. تمام. فالكاميرا دي على فكره عدسه 50 مللي، عدسه 18 55 110 50 مللي، ماهيش عدسه 50 مللي اللي هي تطلع معاك شغل ممتاز. فطبعا زي ما انت ما شفت كده. خلونا طبعا نرجع دي كلامنا. طبعا هنا ما بيكونش معاك المؤشر ده لو مش باين، فحاجه حلوه جدا في الكانون لما بتيجي تجيب من المؤشر كده، لو الشطر مثلا معاك عالي كده هتلاقي الصوره جايه ضلمه قدامك على الكاميرا كده، بيقول لك مثلا محتاج ايه، محتاج يتظبط اعداداتك، يعني اقلل الشطر مثلا عشان الدنيا تظبط معايا كده. لما قللت الشطر اهو بصوا الدنيا نورت معايا. طبعا كل ما بقلل الشطر كل ما الاضاءه بتزيد. بصوا الاضاءه بتزيد قوي. فكده لو انا طفيت النور هتلاقي ان الاضاءه معايا مظبوطه لان انا قللت الشطر جامد. طب لو عليت الشطر كده بصوا الاضاءه هتلاقي ان هي ابتدت تضلم، لازم انا ايد النور هتلاقي ان هي ظبطت معايا شويه. تمام. فطبعا زي ما قلت لك الاكسبلوجر ده من هنا ما بيكونش مبان قد كده، واحيانا بيبين، بس بقى هو يعني في كانون بالذات بيكون فيه لخبطه شويه. طبعا مثلث التعريض زي ما قلت لك على حسب الاضاءه، وزي ما بحكي بقالي اصغر من 10 دقائق عمال اقول لكم مثلا ان لازم تعلي ولازم توطي. بس الحاجات دي يا جماعه انت كمبتدئ، طب انا كمبتدئ لسه ماسك الكاميرا اهو ومش عارف اي حاجه، جبت وضع المانوال اهوت، وزي ما قلت لك مثلا خلينا نخرب في الاعدادات شويه كده اهو، خربت الاعدادات اهوت، مثلا قللت الشطر خالص، ومثلا فتحه العدسه دي هعليها شويه كده اهو، والايزو ده هنقوم جايين داخلين على الايزو كده، ومثلا مخلين الايزو زي كده بصوا اهو على ما هي. فانا كده الاعدادات معايا متخرفه خالص في الكانون. هقوم جايب كده هتلاقي الكاميرا معاك جايه بصوا في الضياع خالص. هبتدي ان انا اعمل ايه؟ هبتدي زي ما قلت لكم كده اطلع للقايمه دي كده اهو تاني، ابص اجيب فتحه العدسه بتاعتي، اقلل. طبعا لما بتيجي تشتغل على فتحه عدسه لازم بتشتغل على اقل فتحه عدسه في العدسه اللي معاك. تمام. انا جبت فتحه عدسه 4/5، ده طبعا عشان الايزو بتاعها لسه على ال 100. تمام. ولو تقدر تشتغل على ايزو 100 اشتغل، ايزو 100 هيطلع معاك صوره جبار. وهوريك ازاي تشتغل على وضع ايزو 100 دلوقتي. تمام. ده هي كده على ايزو 100، وكده الشطر مثلا على 15، هنرفع الشطر، ارفع الشطر كده. هنضطر ان احنا يعني نقلل الشطر مش نرفعه. تمام. كده هنخش كده على البتاع، قلل الشطر تاني، محتاج يقلل تاني. بصوا كده يا جماعه اهي كده لما قللت الشطر. تمام. بصوا كده الاضاءه معايا راحه خالص. بص لما ايد الاضاءه هتلاقي ان الصوره معايا مظبوطه. هبتدي طبعا انا من قدام كده اتحكم في العدسه، اظبط اعدادات، احكم في العدسه، وخلينا كده ان انا اصور صوره. تمام. صورت الصوره اهي، صوره ممتازه جدا، بس طبعا علشان الشطر بتاعها قليل خالص فالصوره جايه يعني ايه. خلينا مثلا اصور لك صوره ثانيه معلش اهي. العدسه برده مش مظبوطه شويه. ايوه كده ظبطت معايا. بسم الله. وايدك لازم ما تتهزش، لازم وانت بتصور ايدك لو اتهزت كده هتطلع الفوكس اللي انت خدته، فلازم كده بالراحه اهو. ولما بتيجي تضغط على زر كده يا جماعه الشطر البلوجر بيظبط معاك هنا اهو. بصوا اهو ظبط معايا هنا اهو، باين معايا كل حاجه. لما بضغط على الزر قدام بضغط نص ضغطه كده عشان اصور. تمام. طبعا بيظهر معايا نص ضغطه اهو، ضغطت نص ضغطه مثلا اهو، بيظهر معايا الاكسبلوجر هنا. تمام. طبعا لو في اعدادات متلخبطه ولا حاجه هيظهر معاك ان داخله يمين او داخله شمال، وكده كده واضحه من الشاشه يعني. فانا مثلا هضغط اهو هصور صوره، برضه الصوره طلعت مهزوزه. طب ليه يا جماعه الصوره طلعت مهزوزه؟ تمام. ليه الصوره طلعت مهزوزه؟ معلش بس دي اخر حاجه هنقولها عشان الفيديو طول مننا جامد. الصوره طلعت مهزوزه لان الشطر واطي جدا جدا جدا. يعني مثلا خلينا نطلع كده نشوف الشطر على قد ايه اهو، هتلاقي ان الشطر
1 سالب 4. سالب 4 دي يعني الشطر انا اصلا مجلله اكتر، بصوا اكتر من الصفر، لازم اطلع كده، اطلع. شطر 4 دي يعني شطر قليل خالص، بيبقى الكاميرا بتصور ببطء، او بتصور مثلا، ده اللي هو بتصور ايه، ده اللي هو مثلا بيصور الحركات السريعه. محتاجين طبعا كده ان احنا نرفع الايزو. لو علمنا الشطر لازم ان احنا نرفع الايزو. بالنسبه للايزو هرفعه اهوت. طبعا لازم نطلع بره عشان نظبط الايزو. الايزو اهو، هنخلي الايزو مثلا على 400، تمام، ونصور اهو كده. الاعدادات متظبطه 100. خلينا اصور صوره كده يا جماعه. الصوره طالعه زي ما انتم شايفين كده اهو، تمام. الصوره طالعه بتتكلم، تمام. فده كده كان وضع المانوال على يعني على قدر الامكان ان انا على قدر المستطاع ان انا اوصف لك، مش هقدر. وزي ما وريتكم كده يا جماعه في التصوير وفي وضع المانوال، معلش عشان الفيديو كده هيطول مننا. فده كده كان وضع المانوال باختصار. لو انت عندك سؤال او في حاجه انت لسه ما عرفتهاش عن وضع المانوال باختصار، انت على حسب الاضاءه اللي قدامك انت بتحكم على الكاميرا. يعني مثلا زي ما قلت لك، لما يكون النور طافي غير لما يكون قايد، غير لما بيكون بتصور في اضاءه في النهار، غير لما بتكون بتصور بالليل، غير لما بتكون بتصور في فرح، غير لما تكون بتصور في ضلمه، غير لما بتكون بتصور مثلا في اضاءه شمس. كل حاجه وليها اعدادات للكاميرا. وطبعا زي ما قلت لك الايزو اللي هو مثلث التعريض، الايزو والشطر وفتحه العدسه، وانت على حسب الحاجه اللي انت بتصورها بتحاول بقى ان انت تظبط الاعدادات بتاعتك. طبعا ده كان شرح بسيط كده لوضع المانوال وازاي تصور على الوضع المانوال للناس المبتدئين. ولو عندك سؤال عايز تعرفه اكتر من كده سيبه لي في كومنت وان شاء الله اجاوب عليه. ومعلش طولت شويه في الفيديو ده، بس كان لازم اعرفك يعني ايه مثلث التعريض، ويعني ايه وضع المانوال، ويعني ايه اعدادات، وازاي تظبط اعدادات، ومنين تظبط اعدادات، وازاي تظبط العزل، ازاي تعزل من العدسه. فهمتك كل ده في الفيديو والحمد لله رب العالمين. يعني لو نسيت حاجه سيب كومنت، وان شاء الله في جزء تاني للفيديو بتاع وضع المانوال ده هكمل فيه حاجات تانيه انا لسه ما قلتهاش، تمام، عشان اظبط لك يعني ايه مثلث التعريض. مثلث التعريض طبعا انا سايب لكم صور تدريجيا كده هتفهمك يعني ايه مثلث التعريض، وهسيب لكم صور والشطر عالي والشطر قليل والشطر قليل قوي، هتشوف بعض الاضاءات مختلفه. وهسيب لكم الصور كمان اللي انا صورتها في الكاميرا دي هنا عشان تحكم عليها في الفيديو بنفسك. وفي اخر الفيديو لو تابعت معايا، لو سمعت الفيديو معايا لحد هنا، سيب كومنت حلو عشان تشجعني ان انا اكمل في المحتوى. وفي اخر الفيديو ما تنسوش تصلوا على النبي وما تنسوش تدعوا لاخواتنا في غزه. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.